يمكن انا امبارح في مداخله مع دكتور سعيد حساسين. نعم. ومداخله مع كريم حسن شحاته في الاذاعه الشباب والرياضه. ما هي المداخلات دي قلبت الدنيا. قلت لا يعني تمنيت للاهلي يفوز، وقلت ده بيمثل مصر بكره ان شاء الله. ويمكن انت ملاحظ ان اول واحد دافع عن شريف اكرامي بعد الماتش الاولاني. مظبوط. عشان كده انا زعلان من بعض الاعلاميين، وعلى راسهم صديقي العزيز احمد موسى. نعم. يبقى في عتاب بيني وبينه بس ما نخلص الفقره بتاعته. ايوه. لانه قال لك في الزملكاويه فرحانين. عايز اقول لك ما دام رئيس النادي الزمالك رمز النادي. نعم. طلع بعد تاني يوم الماتش الاولاني وقال شريف اكرامي ده حارس مرمى مصر. كانوا واقفين وراه. يبقى ما تبصش بقى لبعض المتعصبين هنا ولا هنا، مش كده؟ يعني ليه؟ لان الاعلام الكبير زي احمد موسى المفروض يبقى ليه دور، مش ده اللي هو عمله النهارده ده. ومفيش الا الاهلي في مصر والزملكاويه فرحانين. لا بالعكس، امبارح لو جبت كلامي مع الدكتور سعيد بالليل. نعم. واحنا بنتكلم عن المشكله الكبيره بتاعت الزمالك والمصري، او مشكله الزمالك والاخ حسام ابراهيم. نعم. واحنا بنتكلم عن المفروض مباراه للزمالك، قلت بتمنى بكره ان شاء الله الاهلي بيمثل مصر، واي حد غير كده بيبقى مريض نفسيا هنا وهنا. مظبوط. تمام. فما كنتش عايز النهارده يعني يبرز هذا الموضوع. وفي زملكاويه فرحانين، وفي هتلاقي زملكاويه زعلانين، هتلاقي في زملكاويه زعلانين، ولما الاهلي الزمالك بيتغلب فيها هتلاقي في اهلاويه برضه زعلانين. فبلاش دعوه بالمرضى النفسيين، خلينا في الاسوياء. ولما رئيس نادي الزمالك بعد ماتش مهم اول من دافع عن شريف اكرامي هو مرتضى منصور، تاني يوم الماتش على مش تاني يوم، في نفس اليوم. تمام؟ نعم. ما تذبحوش ده الولد ده حارس مرمى مصر، واخد بالك؟ نعم. يعني مش متصور ان النهارده اعلامي كبير زي احمد موسى يقع في الوقعه دي ويقول لك اصل في زعل، وبعدين ما فيش مصر الا الاهلي، والكلام ده بيستفز الناس ويؤدي للتعصب اكتر. لكن احنا نقول مبروك للنادي الاهلي، لعب ماتش محترم جدا. نعم. وكسب فريق كبير مش صغير، فريق ترجي كبير، وكان عنده مهمه صعبه جدا جدا بل مستحيله تقريبا انه يبقى متعادل هنا 2 الكل. يعني الترجي كان يكفيه، وبعدين بتبقى اخطر المطوشه انك تبقى متاخر جون الاول. مظبوط. يعني برضه مظبوط. الناس واخده بالها اصعب حاجه في المباريات، ودي بقى الاراده بتاعت النصر اللي بتبقى عند الفرق الكبيره. ايوه. انك انت تبقى متاخر وبعدين تتعادل وبعدين تجيب جون. مظبوط. زي ما حصل امبارح مع نادي الزمالك، انت متاخر وبعدين تعادلت وبعدين فزت. هو ده انا بعتبر انك انت لو دخلت من اول دقيقه وكسبت، نعم. او انت كنت كسبان مثلا في مصر الاول وانت رايح بقى مستريح. نعم. لكن هي الحلاوه انك انت تبقى في حاله الناس تبقى قلقانه، الناس تبقى خايفه. انا ببارك للاستاذ محمود طاهر، ببارك لحسام البدري، وانا بشكر حسام البدري بصراحه لانه هو في الظروف دي واخد بالك بعت لي رساله محترمه جدا، لانه كلمني الصبح. انا ما بصحاش بدري لان انا بنام الساعه 6:30 7. اطمن على احمد مرتضى وهو مسافر تقريبا كان بيركب الطياره، وده شعور محترم عايز اقوله بس لبعض المتعصبين. هو ده اللي المفروض يا فندم يتقال، وهو ده المفروض يتعمل. انا كلمت حضرتك برضو وسالت يعني كلمت احمد طبعا لقيت تليفونه مقفول كده. هو ده المفروض، هو ده المفروض يعني. انا كان بقول لك انا يعني اول ما صحيت لقيت حسام بدري، وبعدين قريت الرساله بتاعته. نعم. اهي ثانيه واحده قدامي اهي. الراجل مسافر. طبعا خير سياده المستشار، كل عام وانتم بخير، ارجو الاطمئنان على اخويا احمد، يا رب يكون بخير، رجاء ابلاغه تحياتي ويرجع بالسلامه. احمد تعرف كان بيعمل عمليه في فرنسا. تمام. هو ده الشعور اللي بينا بالظبط كده. شوف بقى، يعني واحد واخد فريق ومتوتر وهو بيركب الطياره بيبعت رساله بيطمن على احمد مرتضى ايه اللي هو قاعد مجلس اداره ومش مع الكوره فريق الزمالك. طبعا. طب خلينا بقى بالمناسبه دي، انا برضو معايا تليفون وحضرتك طبعا معايا احد اصدقائك يعني، واللي دايما حضرتك بتشيد بيه ويعني بتقول ان حضرتك بتحبه جدا وهو كمان بيحبك جدا، سمير بيه حلبيه رئيس النادي المصري. يا سمير بيه ازي حضرتك؟ الو بحضرتك، اهلا بيك. ازي حضرتك يا سمير بيه، اخبارك ايه؟ يا كابتن اسلام، الحمد لله والشكر لله. كله تمام؟ زي الفل يا حبيبي، الحمد لله والشكر لله. طب الحمد لله. انا معايا طبعا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الخط الاخر، والحقيقه يعني كل كلام المستشار مرتضى دايما الحقيقه وهو بيتكلم معايا او مع غيري من الاعلاميين دايما بيتكلم ان يعني سمير حلبيه واحد من الناس القريبين منه جدا واللي هو بيحترمهم بشكل خاص. يعني عايزين بقى نهدي الامور يا سمير بيه على اللي حصل امبارح، ونحاول ان احنا نقرب من وجهات النظر ما بين رمز نادي الزمالك المستشار مرتضى ورمز النادي المصري الان هو سمير بيه حلبيه. امبارح اللي حصل طبعا نادي الزمالك طبعا بذل مجهود
جميل وحقق نصر رائع. ايوه، فرقين اقوياء، فاز الاقوى، فاز اللي بيلعب كويس، وفاز اللي عنده فكر. وهي كانت الحقيقه مباريات كلنا كنا عاملين حسابها طبعا، لان اللي بيحصل في نادي الزمالك ده طبعا حاجه مشرفه بالنسبه لاختيار اللعيبه وبالنسبه للي بينزلوا مع المستشار. في الحقيقه يعني انا شفته، نعم، دخلت اتفرجت على النادي، دخلت كان انا بحييه على كل الانجازات اللي عملها ابتداء من فريق كوره وانتهاء بالانشاءات. اعترافات ولاد مسكوا في الدفاع الجوي. ايوه، قال لك احنا عملنا ده في بورسعيد في المذبحه الاولانيه، هم اللي قالوا كده. يعني العيال اعترفت، طلعوا من مصر عملوا ده. نعم، خد بالك. فانا موقفي مع شعب بورسعيد ومع جماهير بورسعيد. ايوه، خد بالك. لكن انا عندي مشكله دلوقتي لازم نقف قدامها انا وسمير بيه وكل الانديه. نعم، حسام قبل كده وابراهيم شتموا هاني رمزي، شتموا الكابتن نبيل المقاولين العرب، وشتم مختار، وشتم حلمي طولان. يا جماعه لا، انت مش محتل بورسعيد والمصري. انا اسف، حضرتك كنت الاول بتساوي بالجماهير علشان تضغط على الاداره في اي حاجه. انا اخر واحد كوفي يسال عدنان انا عملت ايه مع كوفي. يعني كوفي ده لففني الفيلا عندي، يسال عدنان ابن الاستاذ سمير لغايه 4 الصبح لغايه ما صممت تروحوا المصري هتروحوا المصري. سمير بيه عارف بيقول لك خبى من تحت السلم ويطلع من تحت السلم مش عارف حصل الكلم ده. نعم، بيقول لحضرتك حصل الكلام ده. بيقول لك يعني ليه؟ لان علاقتي انا شخصيا بمجلس الاداره الحالي والسبب خاصه سمير بحاجه مؤدبه وراقيه جدا وعنده ابن يعني حاجه جميله عدنان دوت. ثم علاقه الزمالك بقى بالمصري قبلينا احنا الاثنين، تمام. وانا حتى قلت للاخ حسام امبارح انت ما بتخترعش الذره. لا يا حبيبي، نادي المصري هو دزوي ده طالع منين؟ هو شاهين طالع منين؟ هو مسعد نور طالع منين؟ هو اينو طالع منين؟ هو جمال جوده طالع منين؟ يعني ده المصري يا جماعه بورسعيد ولاده خلاص. ده على خلي بالك، ده على مستوى ايه بقى؟ ده على المستوى الرياضي. هو عمرو دياب اللي مكسر الدنيا دي كلها منين؟ هو محمود ياسين منين؟ واخد بالك؟ اسماء كتيره بورسعيد مطلعها يا اخ حسام. ما طلعتش الذره في بورسعيد في البورسعيد. اللي احزننا الاتي، اولا ان هو كذب وقال ان الجمهور شتم امه، تمام؟ نعم. انا بس عايزك لو عندك النيل الرياضه تقدر تجيبها امبارح. نعم. كان فيها الاخ خالد لطيف. أيوه. المذيع اول ما اتكلم وانا ده مش زعلان منه، قال لك مجموعه من الناس اللي منتسبه للمصري قعدوا يشتموا اللعيبه والجهاز الفني لنادي الزمالك. بعد اذنك يا سياده المستشار بس انا ممكن اقول حاجه؟ لا كمل. لا والنبي، لا اصل مهمه بس يا استاذ. لا كمل لو وبعدين انا مش زعلان ليه بقى؟ هتلاقي في كل جماهير كده. ما يا ماما اتشتمت ويا ماما اتشتمت بالظبط كده. اي لاعب في الدنيا كده. ولكن مع ذلك الكلام ده ما حصلش. ادي واحد. 2 انا اعرف انك انت يعني هم اهانوا طارق يحيى امبارح والدلدول ومش دلدول. ما ينفعش الكلام ده. نعم. لان ده طارق قيمه ومحترم وعمره ما غلط في حد، تمام. وبعدين ما انت هتفتح، ما انا هقول لك طب انت اتطردت من الاردن ليه؟ انت واخوك. ما انا هقول احنا عايزين نهدي بس الموضوع يا سياده. لا انا ما عنديش مشكله مع مصر بورسعيد. انا زعلني حاجه واحده. نعم. النادي الاهلي، انا اسف يا اسلام معلش، النادي الاهلي طردك، انت مش ماشي عادي، انت انطردت من النادي الاهلي وانت اخوك، تمام. نادي الزمالك احتضنك لاعب ومدرب، يعني لاعب ومدرب. عيب جدا 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 جدا. نعم. انك انت تشتم لعيبه الزمالك. والله انا مش عايز الفاظ. هقول لك حاجه، عبد الله جمعه ده يتقال له يا يهودي يا خاين. عايزين يا فندم ندخل الفاظ لو سمحت. لا انا بقول لك يقول له يتقال له يا يهودي يا خاين عشان الولد من سينا المحترمه. يتقال له الكلام ده. ممكن سياده المستشار ممكن نسمع سمير بيه بس هيقول لنا ايه بقى؟ انا فاضل لي جزئيه واخلص بس، جزئيه صغيره. انا اعرف ان هو مسك العلم اولا هو مسك العلم الاحمر يعني الاول نص ساعه، في حد نبيه قال له يا ابني انت مصري بورسعيد، فادوا له العلم الاخضر بعد كده. انت عارف هو مسك العلم الاخضر ولف بيه الملعب ولا كان حد زعل. ليه بقى؟ لان بورسعيد هي اللي صنعت اسمك، هي اللي صنعت اسمك برضه لاعب ومدرب. لما تيجي النهارده تشتم الناس كلها وترفع العلم وبعدين قلبك وتقول لي تعمل حركه 6-1، طب ما انت في 6-1 ما انت اللي جايب الواحد هو اللي جايب الواحد ياما لو تفتكر يا اسلام. انت مش كنت بتلعب ياما ولا كنتش بتلعب؟ لا كنت بلعب في الزمالك، ما كنتش بلعب في الزمالك. لا كنت بلعب في الاهلي. كنت بلعب في الاهلي. طب ممكن يا سياده المستشار بس حزين من الموقف دوت. طب تمام.
وانا يعني انا اقول انتمائك يا ابني خليه للنادي اللي انت فيه، لان دلوقتي ممكن اقول لك انا كراجل بورسعيدي، طب ما هو بعد ماتش الزمالك والمصري في الكاس، ما انا نزلت سلمت على اللعيبه، انا اللي نزلت سلمت على اللعيبه، ما عنديش مشكله. تمام. وانا اللي خرجت عاشور لو تفتكر. طبعا انا عارف. تمام. ولا محمود عاشور يا فندم. تمام. ادي واحد. اتنين، هو سيادتك دلوقتي لما تتغلب من النادي الاهلي في نهائي الكاس وتطلع تبص 1-1، تمام، وتيجي في ماتش، احنا ماتش انا عايز اقول ماتش عبيط يعني مع احترامي الشديد. ليه ماتش عبيط؟ يعني 3 نقاط رايحه وجايه. لسه في بدايه الدوري وكلنا بنشيد بيك. وبعدين هو السؤال ده، هو حضرتك مش كنت مدير فني لما حصل مذبحه بورسعيد؟ هو مش حضرتك كنت مدرب الزمالك لما حصل موضوع الجلابيه؟ هو حضرتك ورا كل مصيبه بتحصل في مصر، هو حضرتك مش انا اللي رحت لك مخصوص المحكمه فطوره عشان سيادتك تطلع؟ هو حضرتك لما رحت تركيا ما كنتش عايز تطلع من 20 سنه تسافر؟ مش برضه مرتضى منصور رفع لك قضيه ولغالك وانت كنت بتلعب في الاهلي؟ عيب انك انت تهين نادي كبير، وانت لازم تعرف انك انت كبرت في السن، انت اخوك. نمره واحد. اتنين، انتوا بتلعبوا او بتدربوا نادي كبير اسمه المصري، نادي عريق. ده المصري ده بقى له اكتر من 100 سنه يا جماعه، برضه زي الزمالك وزي الاهلي. تمام. عيب ان يبقى عندك رئيس نادي محترم مؤدب بيتعامل مع الناس بمنتهى الادب والاحترام، وانت واخوك امبارح بالصابع وبالايد ويا خاين ويا عميل ويا ابن فلان. فين ده يا جماعه؟ ثاني غير الكلام ده. ممكن نسمع بس سمير بيه بس هيقول لنا ايه؟ اتفضل يا سمير بيه، اتفضل. هو طبعا مع المستشار قال كل اللي عايز يقوله في الصفحه بقى، خلاص خلصت الحدوته دي، خلاص مش هنتكلم فيها تاني. نعم. اللي انا اعرفه ان لما حصل مشكله لحسام واحنا بنلعب في اسماعيليه، اول حاجه ابراهيم طلب مستشار مرتضى منصور وقال له نعمل 1 2 3 4 5، وانا كنت حاضر الواقعه. المستشار مرتضى منصور اول ما يجوا مستشار في النادي المصري دول احسن ناس يشتغلوا معاك وي. نعم. يعني انا هتكلم بقى بدون الفاظ. مرتضى منصور ده انسان جميل جدا، يعني اي حاجه. اول واحد دافع عن المصري اول انا ما جيت وقال لك لا لازم يخش هنا ولازم يعمل هنا. نعم. اول واحد نادى في لجنه الانديه ان المصري لازم يلعب على الاستاد ملعبه. نعم. فالجمهور ما يعرفش حاجه، يعني بيبقى المعلومات اللي عنده يا اما مضلله يا اما. فانا عايز اقول الصفحه دي اتقفلت خلاص، و يعني مفيش اي حاجه خالص، كل واحد ليه مكانته ومقامه تمام. خلاص بقى، كل جمعه وانتم طيبين وكل سنه وانتم طيبين. تمام. سياده المستشار اتفضل. خلاص ده راجل مؤدب محترم متربي لناس شبعان، وده رايي فيه مش هغيره. وشعب بورسعيد ده شعب جميل، شعب بورسعيد ده قال لك عايزين نعمل تمثال لمرتضى، لما وقفت قلت لا لازم الجولاد واخدين اعدام. طب هل ينفع ان احنا نتقبل هذه المبادره من سمير بيه حلبيه زي ما حضرتك بتقول؟ هو راجل محترم وهو ده اللي يهمك طبعا، وهو ده اللي يهمك ان هو يبقى هو رمز نادي المصري. هو رمز نادي طبعا، هو رمز نادي المصري طبعا. وبالتالي يعني اعتقد في النهايه ان الكابتن ابراهيم والكابتن حسام مع الكابتن طارق هتعدي الامور. انا متاكد ان شاء الله ان الامور هتعدي، لان دول 2 لعيبه في تاريخ مصر يعني لهم حاجات كتيره جدا. نفس الكلام برضه الكابتن طارق. كده يا كابتن اسلام سمير بيه، كل سنه وانت طيب وبالصحة والسلامة. عندك فريق محترم واحنا تحت امرك. انا قلت لك قبل كده في اي لاعب رقم 1 عندي، انا بتكلم بصراحه، انا عندي الحمد لله يعني عندي سمير بيه حلبيه وعندي ابراهيم بيه عثمان وعندي دكتور مشاري صح وفرج عامر، كلهم ناس اصدقائنا بنتعامل بادب واحترام مع بعض. لا يعني كمان النهارده يعني الاستاذ محمود طبعا طاهر طبعا. ولكن يا سياده المستشار برضه احنا يعني داخلين في مبادرات كتير. يعني حضرتك وانا الحقيقه بشكر حضرتك جدا على استجابتك لمبادره المصري اليوم. الحقيقه الاستاذ ايهاب الفولي بالعفو عن الجمهور، وان رحت بنفسك وعملت توكيل بان انت تتنازل بالتنازل عن القضايا. فبرضه في ضمن هذه المبادرات من فضل حضرتك يعني نحاول نهدي الدنيا على قد ما نقدر خلال الفتره اللي جايه. سمير بيه حلبيه ده الحقيقه راجل من يعني عشان خاطره كل حاجه تعدي. بص يا اسلام هو طارق انجرح جامد تمام. نعم. انا يعني ليا راي صغير طبعا. هو يعني طبعا سمير بيه بيشرفنا في اي وقت، بقول لك حاجه محترمه طبعا بالك. وانا الدكتور محمود حسين والاستاذ احمد داود ومجلس النواب واخد بالك، وسليمان الاستاذ سليمان برضه نائب وكيل مجلس النواب عزمتني كذا مره اروح لبورسعيد، عشان بيقول لك ناس في بورسعيد بيحبوك اكتر، يعني اكتر مننا واخد بالك. لان انا بحب شعب بورسعيد. انا لما اشتغلت وكيل نيابه في الاسماعيليه واخد بالك كنت كل يوم، انا اشتغلت 74 بعد الحرب على طول، فكان في طريق القناه بناخد تصريح من المخابرات
نعم. بالك انت كل يوم بروح اتغدى في بورسعيد. نعم. كل يوم كان معايا المستشار وحيد مناع، كان وكيل نيابه زميلي، كل يوم كان معايا عربيته، ونطلع طريق القناه دوت، كنا حوالي نص ساعه بناخدها نتغدى في بورسعيد. نعم. بلد جميله، بلد محترمه. ويمكن انا قلت كتير برضه يا جماعه بورسعيد دي اوعوا تنسوا ان في 56 هي اللي اتحملتنا، وفي 67 سابوا بيوتهم وهاجروا وتحملونا. نعم. دي بورسعيد في 73 اتحملونا. تمام. يعني ايه يعني لما البلد دي تتحمل وبعدين احساسها بالظلم في كل حاجه. طب عليك بقى المره دي يا سياده المستشار ان انت تهدي الامور. احنا داخلين على فتره مش مشكله مع المصري ولا بورسعيد ولا اسم الحلبيه، لكن خلاص طبعا مكالمه سمير بيه طبعا دي فوق دماغنا، وراجل محترم، بقول لك محترم. نعم. واخد بالك. وده دوركم يا فندم كرؤساء انديه، سواء سمير بيه او حضرتك، ان انتوا دايما تتجاوزوا عن الحاجات اللي من الممكن ان هي تعكر صفو مثل هذه الامور يعني يا سياده. ان شاء الله باذن الله يا كابتن اسلام، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.